ازيكم يا احلى متابعين؟ كم مرة قلتوا لنفسكم انا باكل قليل جدا ومع ذلك مش بنخس، او انا مش باكل بالليل ومع ذلك وزني ثابت؟ الحقيقة ان مشكلتنا مش بس في الكمية اللي بناكلها، المشكلة في العادات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم، من اول ما نصحى من النوم لحد ما نحط راسنا على المخدة. النهاردة هنتكلم بصدق من غير تجميل ولا تعقيد عن كل الغلطات اليومية اللي بتبوظ الحرق وبتوقف الجسم عن النزول، والأهم هنفهم ليه بتحصل وازاي نصلحها. الفيديو طويل بس وعد مني كل دقيقة هتفتح لك معلومة جديدة عن جسمك عمرك ما كنتي تعرفيها. أول حاجة بنعملها غلط بعد ما بنصحى من النوم، ناس بتصحى على الموبايل وناس تصحى تشرب قهوة على معدة فاضية. طب تعرفي ان كل ده بيوقف الحرق من اول اليوم؟ لما تصحي جسمك بيبقى خارج من 7 ل 8 ساعات من الصيام. اول حاجة المفروض تدخل جسمك هي المية، كوباية مية بدرجة حرارة الغرفة او دافية بشريحة ليمون. ليه؟ لانها بتشغل الكبد وبتطرد السموم وبتدي اشارة ان الجسم يبدأ يشتغل. ولكن لو اول حاجة بدأناها بالكافيين ده بيزود الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، وده بيقلل الحرق وبيخزن الدهون حوالين البطن. وتاني غلطة احنا بنعملها انك ما بتتحركيش اول نص ساعة. الحركة الصبح حتى لو 5 دقايق او استريتشنج او تمشية بسيطة بتدي دفعة رهيبة للجسم، كأنك فتحتي موتور الحرق. الناس اللي بتبدأ يومها بحركة بسيطة معدل الحرق عندها بيعلى بنسبة 20%. وتالت غلطة الفطار السريع، يعني مش لازم فطار كبير لكن فطار متوازن. يعني لو خدتي بيضة او شريحة توست بلدي وخيارة ده احسن بكتير من كورن فليكس او بسكوت دايجستيف. اللي الناس مش واخدة بالها منه ان كورن فليكس مليان سكر مخفي. السكر الصبح بيوقف الحرق وبيخلي الجسم طول اليوم يطلب سكريات تاني. وفي غلطة كمان الناس مش واخدة بالها منها، انك تبدأي يومك وانت متوترة. التوتر بيزود هرمون الكورتيزول، والهرمون ده مش بس بيوقف الحرق، ده كمان بيخزن الدهون حوالين البطن. يعني ممكن يبقى اكلك مظبوط لكن بسبب التوتر وزنك مش بينزل. نروح دلوقتي على اهم وقت في اليوم، وقت الاكل. هنا بقى الغلطات بالجملة. اول غلطة بتاكلي بسرعة. ايوه، الناس اللي بتاكل بسرعة دايما بيزيد وزنها. المخ بياخد 20 دقيقة عشان يفهم انك شبعانة، فلو خلصتي اكلك في 10 دقايق اكيد اكلتي اكتر من احتياجاتك. تاني غلطة بتاكلي وانتي بتتفرجي على التلفزيون او الموبايل، ده بيخلي المخ مش مركز مع الاكل، فبتاكلي اكتر من لازم من غير ما تحسي. وتالت غلطة ما بتشربيش مية كفاية. قلة المية بتخلي الجسم بيحتفظ بالدهون والمية في نفس الوقت. كل نص ساعة كوباية مية بسيطة بتفرق جدا في معدل الحرق. ورابع غلطة انك ما بتمشيش بعد الاكل. 10 دقايق مشي بعد الاكل بتساعد على هضم السكر وتنشيط الانسولين، لكن احنا بنقوم ننام او نقعد وده بيخلي السكر بيتحول لدهون. وخامس غلطة وجبات قليلة جدا. الناس بتفكر انها لما تقلل الاكل هتخس اسرع، لكن الجسم بيخاف ويدخل في وضع الحفاظ على الطاقة وده بيبوظ الحرق جدا. يا جماعة لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الجسم مش آلة، دي منظومة هرمونية معقدة جدا. هرمون الانسولين هو اللي بيتحكم في دخول السكر للخلايا. لو طول اليوم بتاكلي سكريات حتى لو فواكه كتير او عيش ابيض، الانسولين بيبقى دايما عالي وده بيوقف الحرق. والحل ايه بقى؟ خلي فيه فترات ما بين الاكل وسيب الجسم يحرق. وعندنا هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر. لو انت طول الوقت مضغوطة زعلانة متوترة الجسم مش هيحرق، لانه بيفتكر انه في خطر فبيبدأ يخزن طاقة على شكل دهون. وعندنا هرمون الشبع والجوع. الهرمون الشبع بيقول للمخ انا شبعت، وهرمون الجوع بيقول انا جعان. قلة النوم بتبوظ التوازن بينهم، يعني لما تناميش كويس هتحسي انك جعانة طول اليوم حتى لو اكلتي كويس. ده السبب ان النوم الكويس ممكن يرفع الحرق بنسبة 30%. ونيجي بقى للأسئلة اللي بتدور في دماغنا، ليه في ناس بتخس أسرع من ناس تانية؟ لأن في ناس عندها كتلة عضلية أكبر والعضلات بتحرق سعرات حتى وانتي قاعدة. طب هو المشي الصبح على الريق بيزود الحرق؟ أيوة، لأن الجسم بيستخدم الدهون كمصدر للطاقة بدل الأكل، بس لازم يكون مشي خفيف من غير إجهاد. ليه بعد فترة الرجيم الوزن بيقف؟ علشان الجسم بيتأقلم على كمية الأكل الجديدة، فلازم نغير الروتين كل فترة.
هو الصيام المتقطع فعال، ايوه فعال جدا لو معمول صح. اهم حاجه ما تعوضيش فتره الاكل بسكريات كتير. طب هي الميه البارده بتزود الحرق؟ ايوه، لانها بتخلي الجسم يستهلك طاقه علشان يسخنها. ليه بعد الدايت الجسم بيرجع يزيد بسرعه؟ علشان لما نوقف الدايت فجاه الانسولين بيرتفع بسرعه والجسم بيخزن اكتر من الاول. نيجي بقى للنصايح لرفع الحرق. اشربي ميه قبل كل وجبه بنص ساعه، كلي بروتين في كل وجبه زي بيض وتونه وزبادي وصدر فراخ. نامي بدري الساعه 11 والساعه 7 افضل وقت لحرق الدهون. خلي وجبه العشاء خفيفه جدا، ما تخليش جسمك يقعد ساعات طويله من غير اكل خفيف. واسترخي كل يوم 10 دقايق من غير موبايل، يعني راحة نفسية يعني حرق أعلى. استخدمي السلالم بدل الأسانسير كل ما تقدري. امشي بعد الأكل ب10 دقايق. ما توزنيش نفسك كل يوم، الوزن بيخدع. ركزي على المقاسات والمراية أكتر من الميزان. وعايزة أقولك حاجة أخيرة مهمة جدا، ما تضغطيش نفسك عشان تنزلي بسرعة. الجسم مش ضدك، بس محتاج منك شوية صبر وتفاهم. كل عادة صح اتعلمتيها النهاردة هي طوبة في طريقك لجسم أحسن وصحة أحسن. وابدأي من بكرة بعادة واحدة بس، اشربي مية كفاية أو نامي بدري أو امشي 10 دقايق بعد الأكل، وهتشوفي التغيير بنفسك. لو الفيديو ده فادك سيبي لايك واشتركي في القناة علشان الجاي أحلى بكتير. واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.